كده جدول العمل خلص. 1 week later. صباح الخير. النهارده بداية امتحانات النظري، وعليا اول امتحان النهارده شرعي. وشرعي يعني جريمة، يعني ازاي بتعرف ان الجريمة ديت حصلت، وحصلت ازاي، وحصلت من ايه. النهارده اول يوم امتحانات النظري. أي بني اسمع وصايا جماعات، حكما خصت بها خير الملال. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسال. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذال. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوال. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصال. ايه اكتر فترة بيجي للواحد فيها افكار جهنمية تحس انك هتكسر الدنيا وقتها؟ لا، مش في الحمام، مش لما تكون في الحمام، لا. امال امتى؟ ايام الامتحانات، ايام الزنقة. ياه، لو فتحنا مشروع حلبسة وبعنا الكيس ب2 جنيه، يعني لو بعنا 1,000,000 كيس هيبقى معانا 2,000,000 جنيه. يا ابني يا ابني انت يا ابني يا صديقي، كلها بتبقى خزعبلات يا صديقي. والله الهدف الرئيسي منها انها تبعد نفسك عن الحاجة اللي انت مفروض قاعد عشانها، وهي الدراسة والمذاكرة للامتحانات. والدليل على ده، او الدليل على كلامي، انك ما بتعملش اي حاجة من الافكار دي بعد لما تخلص امتحانات. حلوة النوتة دي، لسه جايلي في عيد ميلادي. الجميل في النوتة دي بقى انها متقسمة زي ما انت شايف كده، تقدر تحط كل حاجة مرتبطة في بعض في قسم واحد او في مكان واحد، عشان ايه؟ تقدر ترجع لهم مع بعض. يعني مثلا هنا كاتب في الاحمر هنا، بما انه احمر ويوتيوب وكده، هنا كاتب مواضيع اليوتيوب او الافكار اليوتيوب اللي انا عايز اتكلم عنها. وفي القسم الازرق دوت في ممكن يكون او القسم الاصفر، القسم الاصفر حكايه قصيره دوت، عايز اعمل برنامج على تيك توك، يعني ايه فيديوهات قصيره. والقسمين الباقيين دول بقى لسه ما اكتشفتش هعمل فيهم ايه. من اول ما جات لي النوته ديت وانا حاططها على طول على المكتب جنبي هنا، بحيث ان اول ما تيجي لي فكره على طول اروح كاتبها فيها. ودي حركه بتساعد ان ما افضلش افكر كتير واتشتت عن الحاجه اللي بعملها، وفي نفس الوقت برضه عشان ما اضيعش الفكره او انساها. حد لاقي افكار الايام دي؟ يا ترى امتى بنتشتت؟ لما يقل التركيز. لو انت مثلا بتظبط البرومودورو بتاعك على 25 دقيقة، اول جلسة هتعدي 100، تاني جلسة هتعدي برضه 100. التشتت ممكن يحصل في تالت او رابع جلسة، في دقيقة 2 او 23 كده، وده لما المجهود بتاعك يقل فالتركيز يقل فيحصل التشتت. بس السؤال اللي بسأله لنفسي دايما، هل التشتت حاجة وحشة؟ بالتأكيد لا. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي، مش انت سألتني؟ سيبني بقى انا جاوب. الفيصل ان التشتت شيء جيد او لا، في انه ازاي تستخدمه لصالحك. التشتت ممكن يخلي العقل يوصل لحد الابداع. والله ده بيساعد في اقامة مشاريع من اللا شيء. افتكر رجل اعمال كان بيقول ان فكرة مشروعه الكبير دوت جات له لما كان مضغوط جدا، مضغوط من الحياة، من ابوه وامه، مشاكل مع زوجته. زي ما تقول كده المكنة لما سخنت بدأت تطلع قماش. تعال نغير وضعية الكاميرا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك يا صديقي على الفيديو، خصوصا اللايك. فما تتفرجش وتمشي، حتى لو هتتفرج وتمشي ما تنساش تعمل اللايك، لان كل ما تكون اللايكات كتير على الفيديو كل ما يوتيوب يرجح الفيديو دوت لناس اكتر. فما تنساش، اوعى تنسى. يلا بينا. جيد انك تنبع منك افكار، الابداع هبه ايا كان الوضع، بس المشكله الاساسيه ان الافكار العشوائيه ممكن تدمر تركيزك خالص لو فشلت انك تروضها، لو فشلت انك تتحكم فيها، لو خدت اكتر من وقتها اللازم في الوقت ده. يعني مثلا انا ذاكرت نص ساعه، مش هقعد افكر في المقابل نص ساعه برضه. وهنا يجي التحدي بين انك مش عايز تنسى افكارك ومش عايز تقطع تركيزك برضه. فازاي اقدر اتعامل مع الافكار دي واسيطر عليها وفي نفس ذات الوقت احافظ على تركيزي؟ انا هقولك دلوقتي على شويه مقترحات ممكن تعملها، وهقولك على الطريقه اللي انا بعملها وبعتبرها الافضل. خلينا نبدا بالطريقه اللي انا بعملها، وهي النوت، الكتابه بالورقه والقلم. وانا بفضلها عن الفون. ليه؟ لان الفون في حد ذاته وسيله تشتت. انت قاعد بتذاكر فجات لك فكره وحبيت تكتبها على التليفون، ساعتها تمسك التليفون هتلاقي فيه كذا نوتيفيكيشن على الفيس وعلى الانستا ومن حد من اصحابك على الواتس. هتسيبهم اكيد، هتخش تشوفهم وترد بسرعه 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 وتطلع بره على طول، وتفضل قاعد عليه ربع ساعه او تلت ساعه، وبعدها تسال نفسك سؤال: هو انا كنت ماسك التليفون ليه؟
انت حرفيا هتتشتت عن الفكره نفسها، وعشان كده ان النوت تفضل جنبك احسن بكتير من التليفون. التليفون بستخدمه لما اكون في المواصلات، في الكليه، في الشارع. اول لما تجيلي فكره بطلع التليفون واكتبها على طول، مش همشي بالنوتة يعني. وده كان المقترح الاولاني والافضل من وجهه نظري، الورقه والقلم. ممكن كمان تستخدم السبوره، سبوره اقلام او سبوره خشب. السبوره الخشب دي كنت خليت ابويا يعملها لي وانا في ثالثه او رابعه ابتدائي، وكنت كاتب عليها حاجه من ورا. تعالى كده نشوف الحاجه ديت لسه موجوده ولا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اين هي مكتوب عليه؟ دكتور احمد جمال. احمد يحب القراءه. يا نهار ابيض. شايفينها؟ ولديه أصدقاء المدرسة في المدرسة. مش عارف بس يعني ايام حطها مكانها بقى. من حبي للسبورات من صغري وانا في الثانويه اشتريت سبوره اقلام واكبر كمان، وكنت عايز اشتري سبوره صغيره كمان بس قلت ان ده اسراف حرام. قال تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وده الاقتراح الثاني، السبوره. الاقتراح الثالث واللي ما عادش غيره، التليفون. البرنامج اللي انا بستخدمه وبدون عليه افكاري على التليفون هو برنامج تيك تك. برنامج هايل الصراحه، بيوفر لك ويدجز كتير زي كده تقدر تحطها على سطح المكتب، عشان اول لما تفتح التليفون تروح كاتب الفكره على طول وقاف. وكمان في مميزات تانية كتير زي البرومودورو، التودو ليست، التتبع العادات، وده حاجه في منتهى الروعه الصراحه. حقيقي برنامج هايل وسيمبل جدا، انصحك انك تحمله، وده مش اعلان. بس يا صديقي يعني ده كان فيديو شوية حاجات كده كنت حبيت اشاركك فيها في عز الكبتة اللي احنا فيها ديت. والله المستعان، استناني الفيديو الجاي، ولو مش هتستناني انا هستناك. سلام.